اسمحوا لي أن نقدم المرأة الماسية وسيدة هذا العمل لضيفة الشرف دكتورة دعاء سويد. دكتور دعاء، اسم حضرتك تدخل كلمة سريعة وترحبي بباسم ونديله الرأس. اتفضلي. الأول أنا من جمهور الأستاذ باسل، لأن أنا بلاقيه يعني زمان متنوع فبحبه جدا، فاستأذنت إن أنا اللي أقدم الجايزة. يعني الدكتورة دعاء قامة والأستاذ باسل قامة وألف مبروك. دكتور، أولا إيه مناطق الجلسة؟ أنا لازم أعرف الشغل بس طاقة صغيرة عشان النجوم مش شايفين الستاج. بعد يعني نصور من على الجنب. دكتور دعاء، تقولي إيه لضيوفك النهارده؟ وأنا هضطر إن أنا أقول إن السيدة دعاء سويد هي مكرمة في الاحتفالية المقامة بالإمارات بتسلم جايزة خاصة جدا. مستكملة. مساء الخير على كل الساده الحضور. كل مره باجي فيها اي مهرجان بكون مبسوطه قوي، بلاقي كل الناس اللي ناجحه في مجالها. طبعا لا فائده ان انت يعني تكون بتتميز في فضل عليه وليها حق عن انا الحمد لله بتكرم النهارده عن اكثر الدكاتره في مجال التغذيه اطلاقا في مبادرات محاربه السمنه. الحمد لله يعني 9 سنوات في مجالي، وانا اولى مؤسسي فكره تخسيس اونلاين. الحمد لله نجحت كل مبادراتي وتم تكريمي عنها في يعني اكبر المهرجانات. وميرسي جدا دكتور صافي على جايزه، واكيد ليها يعني شرف كبير قوي عندي، ومتشكره ليكي كمان مره، ومش عارفه اقول لك ايه تاني. ميرسي يا حبيبتي، شكرا ليكم. احنا بعد شويه الفيلم التسجيلي اللي بيعرض الانجازات الحلوه، لكن اسمحوا لي ان نرفع اوسكار المراه المتميزه والسفيره اللي هتمثل مصر في الامارات. نجوم كتير قاعدين معانا ومستعجلين، وانا عذراهم لانهم في مهرجان وفعاليات جنبنا يعني، والناس كتر خيرهم انهم هيعملوا التوازن ده، مشكورين جدا. وعشان اقدم فنان الحكايه دي صعبه قوي، فانا فكرت بصراحه ان انا اعزل الفنانين الموجودين واحطهم تاج على راسي، لان انا مش عارفه اطلع مين قبل مين، فاسمحوا لي ان انا يعني اذا قصرت فمعذره. احنا هنتكلم عن حد مهم قوي دلوقتي، بس هم حابين ان احنا نتفرج كمان على فقرات فنيه. عندنا فقرات عن التراث وحاجات حلوه قوي هنتفرج عليها بعد شويه، لكن تعالوا ناخد نموذج كده. هتقولوا ان انا متحيزه للمراه فهاخر شويه المراه، لكن انا هقدم فنان داخل المغامره. لو هو مقامر